قبل ما تبدأ بالمباني يجي المقاول والبنا يحطون لك الدستور، ما يسمى بالدستور، اللي هي حدود الغرف، حدود التقسيمات الداخلية للمبنى عشان تعتمدها، ومن بعدها يبدأ البنا يشتغل. ما راح نقول على البنا الحين، لكن بنتكلم عن الدستور. إذا حط لك المقاول أو البنا حط لك الدستور قبل لا تعتمده، اطلب من حارسك يجيب لك كرسي شنو موجود عندك في الغسيمة وحطه في أماكن اللي دسترها لك. مثلا هذه صالة معيشة، لأنك مجرد يحط لك دستور راح تشوفها صغيرة، ما في شيء كبير تقيس عليه العين، ما في أثاث مفروشات العين تاخذ القاسات الصحيحة. فأنت تطلب من الحارس يجيب لك كرسي، طاولة، يعني شبه أثاث، امل فيه الفراغ هذا قبل لا تطلب من المقاول انه يوسع او يصغر المساحة، على اساس العين تاخذ القياسات من الاثاث الموجود. يعني نفس حجم الصالة هذه نفس حجم الغرفة او الصالة هذه، راح تجد ان هذه مجرد انك تدخلها تلقاها صغيرة حيل. ليش؟ ما في شيء العين تاخذ عليه قياسات، مجرد انك جبت كرسي جبت طاولة وحطيته ومليت الفراغ عرفت القياس الصحيح، عينك خذت القياسات والابعاد الصحيحة. وقبل التعديل اذا بغيت تعدل بالقياسات لا تعدل عشوائي، جيب لك ورقة وقلم ودفتر مربعات وارسم الحيز اللي تبيه وارسم فيه الاثاث. عشان كذي قاعد يقول لك حرص على الفرش المعماري بالمخططات، لانك تاخذ القياسات فيه من الفرش اللي موجود بالغرفة، تعرف القياس هل هو واسع او ضيق او مناسب.